حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. بلاش بقى واقفة قدام النار ولا فرهضة في الصيف، فعايزين أكلة خفيفة ظريفة. يلا سمي الله ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. حلة وفيها مية وربع معلقة ملح، كيس مكرونة 400 جرام. هنعمل النهاردة أكلة بنشتريها في المحلات، الطبق لوحده بيعدي ل40 جنيه. المية خلاص غلت، هنعد من 1 ل10 وهننزل بكيس المكرونة ونقلب كيس المكرونة كده. المكرونة نقلبها مع المية وما نحط الزيت في مية السليق، احنا عايزينها كده. كل شوية تقلبوا المكرونة لغاية لما تاخد 3/4 السوا. أنا عايزاها مستوية، يعني ما تكونش معجنة قوي ولا مش مستوية قوي، تتاكل كده بيضة. تمام، وخلاص نتأكد منها إنها كلها استوت واحنا بنقلبها كده. أي نوع مكرونة تحبيه. بعد كده هنجيب المكرونة بعد ما نحس إنها استوت وضعفت الكمية بتاعتها، والمية لازم تكون مغطية المكرونة علشان المكرونة ما تلزقش في بعضها وتطلع معجنة مننا. مصفى في الحوض ننزل بالمكرونة نصفيها، نغسلها حلوة قوي ونسيبها شوية. وفي نفس الحلة هنعمل ايه؟ يلا اللايك والتعليق الحلو. هنجيب الحلة نحط فيها معلقتين زيت صغيرين، بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة زبدة زي ما حضراتكم شايفين. يدوبك الزبدة مع الزيت يندمجوا مع بعض، هننزل ب3 معالق دقيق زي ما حضراتكم شايفين، ونقلبهم لغاية لما ريحة الدقيق تطلع والزبدة مع الزيت والدقيق يتمزجوا مع بعض يطلعوا اللون الحلو ده. أول ما نبدأ نقلب الزبدة مع الزيت والدقيق وتبدأ الحلة تعمل بالطريقة دي، نعرف بقى إن الدقيق خلاص استوي وخلاص الدقيق طلع كل رطوبته. هنكون محضرين معانا كوبايتين لبن، يعني كوباية 200 جرام، هننزل بيها على الدقيق مع الزبدة ونقلب فيهم. هنحط رشة بهارات، ال7 بهارات، شوية فلفل اسود، شوية ملح، ونقلب فيهم بالطريقة دي. ربع المعلقة من كل صنف قلت عليه، الملح بقى حسب كمية المكرونة اللي انت عاملاها. هنقلب بقى كل المكونات دي بالمضرب اليدوي زي ما حضراتكم شايفين لغاية لما القوام يبدأ يتقل معانا. كل ما القوام يبدأ يتقل معانا ونقلب ايدنا ما تتشالش منه ابدا، هننزل بالمكرونة اللي عندنا وهيبقى احلى مكرونة وايت صوص هتطلع معانا بالطريقة دي. شايفين المكرونة والصوص لسه خفيف ازاي؟ كل ما تخليه على النار وهو لسه خفيف كده وهنقلبه هيتقل معانا. المقادير دي مظبوطة بالظبط على كيس مكرونة. هنقلب بقى الخليط معانا مع المكرونة على النار لغاية لما الخليط يبدأ يتقل. أول ما الخليط يبدأ يتقل معانا ونعمل بصباعنا في المعلقة العلامة دي، هننزل بقى بربع كوباية جبنة. الجبنة دي مشكلة رومي على موزاريلا. بعد كده وهي سخنة تقلبيها بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين. المكرونة مستوية وكمان الصوص خفيف مش تقيل. بعد كده خلاص كل ما هتقلبيها على النار هتتقل معاكي، فكفاية كده قوي. والصوص بتاعها مظبوط، يعني مش تقيل قوي ولا خفيف. الطبق ده بيتباع في المحلات ب40 جنيه وأكتر. خلاص بكبكت من الجناب، يبقى كده استوت وعالي العال. لو وقفنا قدام النار كتير ولا استهلكنا مواعين كتير، وكمان كيس المكرونة وشوية لبن وشوية جبنة عملوا لنا عشواية أو غدواية، أو كمان ينفع لجوع نص الليل وتنفع قوي في أكلة المصايف. اوعدوني لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والتعليق الحلو منكم، وكمان تقولوا لأصحابكم عليا. والمزيد من الوصفات الاشتراك. دمتم في رعاية الله وفضله.